ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة، واهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد على قناتكم غاوي تقنية. من ايام قليلة ظهرت تسريبات لهاتف جديد من شاومي في فئة المي تحت اسم الشاومي مي بلاي، والمميز في الجهاز ده ان هو حجمه صغير نتيجة استخدام شاشة اقل من 6 بوصة. ويوم 24 ديسمبر تم الاعلان على الهاتف رسميا باسم شاومي بلاي في الصين، وتم تسعيره بسعر مذهل جدا. ففي الفيديو ده هنتعرف على سعر ومواصفات الجهاز. وللعلم الهاتف تم توجيهه للسوق الصيني فقط، ومفيش اي معلومات لغاية دلوقتي عن ان الهاتف هيتوفر في الاسواق المصرية او العربية. لكن مش مستبعد ان شاومي تنزله في اي وقت من 2019 بنفس الاسم او اسم مختلف عشان تضرب بيه اي جهاز تاني ينزل قصادها في الفئة دي. وقبل ما ابدا، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوف فيديوهاتنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الجهاز بيجي بوزن 150 جرام بتخانة 7.8 ملم وخامات من البلاستيك أو البوليكربونات، مع شاشة بحجم 5.84 بوصة بدقة فول اتش دي بلس من نوع اي بي اس ال سي دي، فيها نوتش صغير زي اللي موجود في الهونر 10 لايت، مع كثافة بكسلات ممتازة حوالي 440 بكسل، وده بسبب حجم الشاشة القليل لكل بوصة. ولكن للأسف حواف الشاشة كبيرة نسبيا بنسبة استحواذ 80% للشاشة من جسم الهاتف. في واجهة الجهاز بنلاقي الكاميرا الأمامية في النوتش مع سماعة المكالمات على الطرف فوق الكاميرا، وفي ظهر الجهاز الكاميرات الخلفية مع فلاش ومستشعر بصمة وشعار شاومي من الأسفل، ومن الأعلى ميكروفون إضافي لإزالة الضوضاء ومدخل ال3.5 لتركيب سماعات الهاند فري. ومن جهة اليمين زرار التشغيل مع أزرار رفع وخفض الصوت، ومن الشمال عندنا درج الشريحة واللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال وتركيب كارت ميموري حتى 256 جيجا في مكان مخصص للكارت. ومن الأسفل موجود عندنا سماعات السبيكر ومنفذ المايكرو يو اس بي للأسف والميكروفون. وبالنسبة لأداء الجهاز، فالجهاز هيديك تجربة أداء جيدة وخاصة في الألعاب، لأن الجهاز موجه للألعاب على وجه الخصوص. فالجهاز بيجي بمعالج بيستخدم لأول مرة، وهو معالج الميديا تك هيليو بي 35 بمعمارية 12 نانو، وهو معالج ثماني النواة بتردد 2.3 جيجا هرتز من نوع كوارتكس A53، ويعتبر قريب جدا في الأداء من معالج السناب دراجون 625. ومن الغريب إن شاومي تستخدم معالج ميديا تك، وما أقصدش إن المعالج ضعيف، لكن دايما شركة شاومي بتبهرنا باستخدام معالجات كوالكوم ممتازة، لكن ممكن يكون سعر الهاتف هو السبب. ومعالج رسوميات من نوع باور في ار جي اي 8320، والإمكانيات دي هتقدم لك أداء جيد خاصة في الألعاب. وسجل الموبايل حوالي 87 ألف نقطة في اختبارات أنتوتو لاختبار كفاءة المعالج، وتعتبر نتيجة جيدة في الفئة السعرية دي مع اندرويد 9 بي آخر إصدار. واجهة شاومي المميزة الام يو اي 10 وبلوتوث الإصدار 4.2. الجهاز بيجي بنسخة واحدة 64 جيجا ذاكرة داخلية مع 4 جيجا رام، وبيجي بمستشعر بصمة في الظهر، وبيدعم خاصية الفيس انلوك، وبيدعم الاوتو جي، ومجموعة كبيرة من المستشعرات زي البوصلة والتسارع والجيروسكوب لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي، مع بطارية بحجم 3000 ملي امبير ما بتدعمش الشحن السريع للأسف. وسعة البطارية صغيرة وكنت اتمنى ان سعة البطارية تكون اكبر من كده، حوالي 4000 ملي امبير زي اللي موجودة في الشاومي نوت 6 برو. وبالنسبة للكاميرات، فالجهاز بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، واللي هتديك صور مقبولة جدا خاصة في الإضاءة الضعيفة، مع خاصية ال HDR والبانوراما، وتصوير فيديوهات بدقة فول HD بسرعة 30 إطار في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 8 ميجا بكسل وتصوير فيديوهات بدقة فول اتش دي بسرعة 30 إطار في الثانية، والكاميرا هتديك أداء متواضع. في النهاية الموبايل بيقدم لك تجربة أداء جيدة جدا في فئته السعرية، حيث إن هو بيقدم لك تصميم شيك وأداء جيد خاصة في الألعاب، مع سعر مناسب جدا لو نزل في الدول العربية بيه. لكن لو كانت الكاميرا من أولوياتك هي والشحن السريع، منصحكش بالجهاز ده. بالنسبة لسعر الجهاز، فزي ما قلت في البداية إن الجهاز مصدرش في مصر ولا الدول العربية لغاية دلوقتي، لكنه صدر في الصين بسعر 150 دولار فقط، يعني أقل من 3000 جنيه تقريبا. مع المواصفات المميزة دي، أتمنى إن شركة شاومي تغير رأيها وتصدر الهاتف في الأسواق العربية والعالمية في أقرب وقت. ولو حابب تعرف تفاصيل أكتر عن الموبايل، ممكن تزور موقع غاوي تقنية، الرابط بتاعه أسفل الفيديو في الوصف. وبكده يكون انتهت مراجعتنا لهاتف الشاومي مي بلاي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في سلام الله.